وهاي لازم يصير حل ترى. يعني هذا الشحن ترى نهايته ترى مو ما تكون سهلة. يعني عادي جدا نهايته تكون حروب أو يفجر نفسه كسني موحد أردني، سني موحد فلسطيني، سني موحد. هذا لازم يصير حل لهذا الموضوع بالذات. شنو اسم ذول الاتحاد الأردني لكرة القدم أو الاتحاد الأردني للرياضة. هو المشكلة تلقى هسه مسؤول الاتحاد الشيخ ابن قتادة الأحمصي الأردني الأعمني الأحمصي من أبي معاصم. أهم مصيبة هاي، تلقى هو يعلمهم. يعني هو تجد وزيرهم هو واحد دعوش صغير. من المفترض تصير ثقافة. هذه مثلا الرياضة ما لها دخل بلباس عائشة، ما لها دخل بالحسين وقبره، ما لها دخل بلطم الشيعة، ما لها دخل. هاي رياضة ما لها دخل أبد بالدين. ما لها. هاي رياضة تنظر لها كأنما شخص ملحد. لا تتذكر الحسين والعباس، ولا تتذكر الغرفة الفارغة اللي تطوف عليها. هاي اللي ايش اسمها بمكة؟ مكة كعبة. أحسنت، يعني أحسنت تبارك الله. يسمونها الكعبة عندهم، يسمونها الكعبة. لا تتذكر غريفتك الفارغة اللي تركض حولها مثل المخبل، ولا تذكر شيء ثاني. هذا رياضة. ناس ترقص، ناس تشرب، ناس تسوي صلوات مسيحية، ناس تسوي صلوات يهودية، ناس تسوي صلوات دينية. هذا ما المفروض تكون عبارة عن شحن ديني ومخلفات دينية خرافية، خرافات وتهديدات تصل للتهديدات. هذا يقول له جايينكم، وهذا يقول له جايينكم، وهذا يقول له نقلع بابكم، وهذا يقول له نكسر باب. هذا الرجال مو كسر باب عائشة، نزع الباس عائشة، نزع الباس عائشة كذي. دقيقة بس، دقيقة اخوان، اتكلم عن نفسي. تدري انت واحد من يتكلم عن نفسه لازم يعني ينطي حقه. ايوه، هذا الرجال، هذا اللي هو اني، مو بس كسر باب عائشة، نزع الباس عائشة وحطه كذي على العلم، كذي سوالي السنة كذي. قال هذا الباس اسمكم عائشة، منو يثبت انه هي شريفة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وانا اعلن تسنني. شوف التحدي، يسمونه تحدي قذر، لان بكتب السنة هذا التحدي. يعني من يستطيع ان يثبت لي ان عائشة شريفة في كتب السنة؟ من؟ لان انا عندي العكس، كتب السنة تقول امرأة مو شريفة نازعة الباسة وتسوي كذي. كذي والله كذي. طبعا كلمة اللباس تقال على جميع الملابس، وتقال على قطعة واحدة من الملابس، وأنا ما حددت، فكل واحد يفهمها بالطريقة اللي عجبه. بالنتيجة أنا ما حددت ماذا أقصد. فأنت إذا تجي على كسر البيبان وهالسوالف هاي السخيفة، فأنت إذا تريد تكسر باب الشيعة تكلم بالطريقة العلمية اللي إحنا نستخدمها، طريقة الكلام، طريقة الأدلة العلمية، طريقة عرض الأدلة، عرض الروايات، وبين قوتك تجاه هذا الدين. أما استعمال هكذا على أناس أبرياء ما لهم دخل، وفي وضع رياضي، من المفترض الوضع الرياضي ما يتدخل بهذا الموضوع. ما يعني ما من المفترض نصل لهذه المرحلة. بس بعد أنا كما قلت، الموجود اثنين، موجود شحن ديني وموجود شحن طائفي. الشحن الطائفي السياسي هو الأكبر، الشحن الديني نقدر نقول هو 10%، 15%، 85% هو هذه سبب السياسة. هذا سبب السياسة التي استخدمها خامنئي ونصر الله وفلان وفلان في شحن المنطقة ضد الشيعة. وإلا هم بالعكس أتباعهم يترضون على عائشة، يبوسون لباس عائشة. هذا أنت الآن شفت العلم اللي عندي أنا الآن اللي سويته قبل قليل، هذا دائما يجون يتبركون بي، والله يتبركون بي أتباع حسن نصر الله، أتباع خامنئي، أتباع السيستاني، يحبونه، يقولون أمنا عرض رسول الله، شرف رسول الله، كلا وألف كلا. أنا عاد أنطيهم وأقول لهم تبركوا باللباس ورجعوا لي عندي بث مباشر. بالحقيقة هؤلاء يحبون عائشة ولباسها. فليش هاي الكمية من الشحن؟ السبب السياسة.
السبب السياسة لا أكثر ولا أقل. السياسة العملية، هنالك السياسة مقيتة تستعمل في المنطقة. هذه السياسة هي جعلت من الشيعة ناس مجرمين، وهذا سب وشتم طبعا، ويجيها الغطاء الديني باعتبار شيعي مشرك، شيعي كافر، فصار خليط. من المفترض أولا الاتحاد العراقي من المفترض يقدم ولو طبعا ما أعرف ما يسوون هذا الشيء، ما أتوقع، يخافون. من المفترض يقدم شكوى أنه إحنا في كل مباراة مع هذه الدولة وهذه الدولة نتعرض إلى هتافات عنصرية، هتافات طائفية. هو حتى الجماهير أتوقع اللي يروحون في مثلا مشجعين عراقيين في السعودية راح يتعرضون إلى مضايقات اليوم. شفت فيديو حاصرينهم كذا، يعني بعد شوية يضربونهم أصلا، وصارت مشاجرات ومشاحنات. تدرون أنتم الموضوع بيسنة شيعة، فأنا يعني هذا بيئتي. وهلا ما شنو دخلني أنا، ما دخلني كرة قدم وهالسخافات هاي، ايش دخلني بها؟ يعني سخافات، اتكلم سخافات يعني مو اجلس اتكلم بها بالبث المباشر، هذا قصدي. ولا في ناس يحبونها ويطالعونها، يعني اتكلم، هي ما انطيها وقت اتكلم عنها في البث المباشر، بس شفت الموضوع بيشد وصاير احتقان طائفي، هذا الشيعي وهذا السني، وهذا يقول له انت جيت بالبصره واحنا اكرمناك بالبصره وكنا نناديك دارك يا الاحمر، دارك يا الاخضر، دارك يا لباس عائشه، دارك يا لباس عمر، دارك يا المخنث اللي ببيت عمر في صحيح البخاري ومسلم، انت تواجهنا بهالطريقه الحقيره. وكذا صايره مناشقات. يعني هو اذا ما صارت شكاوى من الاتحاد العراقي، اذا ما صارت شكاوى وين الموضوع يصير؟ اذا ما صار الشكاوى الموضوع يستمر يزيد. هذه الانديه العالميه، الفرق العالميه، اي كلام تخيل، حركه مرات جمهور يقوم بحركه بالايادي او شيء، فورا الفريق الثاني يرفع شكوى عند الاتحاد ويعاقبون الفريق، طبعا يسووا له فد عقوبه، ما يلعب كذا شيء، يخصمون منه نقاط او يلعبونه بدون مشجعين. تعرفون هذا الشيء، الرياضيين يعرفون هذا الشيء. هاي هنا الفرق العالميه ماكو اي حركه شكوى، فورا شكوى، بحيث الجمهور اللي يحب هذا الفريق احتراما للفريق ما يسوي حركات مؤذيه للاخرين، حركات مؤذيه تشجع على القتل، والا كلام سيب شتم هذا ممكن يمشونه عادي. تفتهمون هذا قصدي؟ او مثلا يضربون الجمهور الاخرين، يكسرون سياراتهم او ما اعرف شنو. من المفترض يصير هيك شيء، من المفترض تصير شكاوى قويه على الموضوع، لان الناس العراقيين اللي يروحون يحبون يشجعون او يشاهدون في دول الخليج، هذا كل كرة قدم خسران او فايز راح يطلع بزفة عرس. اي والله العظيم، كل مباراة كرة قدم يطلع هذا بزفة عرس، كل هذا مباراة كرة قدم يطلع بزفة عرس. يعني زفة عرس اقصد يطلع ما يعرف شنو محضري له، سب، تجاوزات، تهديدات، يضربون السيارة اللي هو بيها.